من الثور الحديدي الذي يشوي البشر أحياء إلى الفلاسفة في البراميل. هنا 4 أفعال جنونية قام بها اليونانيون القدماء. رقم 4: التحكم في المواليد عن طريق العطس. لدى اليونانيين القدماء الكثير من وسائل تنظيم الأسرة. بعض الأشكال كانت تتضمن استخدام الأعشاب، والتي كانت تفلح في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، قام أحد الفيزيائيين بتقديم نصيحة غريبة للنساء، وهي أن يقمن بالعطس بعد الجماع مباشرة، أو القفز إلى أعلى للتخلص من الحيوانات المنوية. إن أردت أمرا أكثر جنونية، فإن موقع snopes.com لا زال يعتمد طريقة القفز لأعلى ولأسفل حتى يومنا هذا. رقم 3: الثور النحاسي. في القرن السادس قبل الميلاد، قام عامل يدعى بريوس بصناعة ثور ضخم مصنوع من النحاس، وأعطاه للحاكم فالاريس، وقد زوده بباب يسمح بإدخال شخص إلى داخل جسد الثور، ومن ثم إشعال النيران أسفل جسد الثور، مما يحول الشخص بالداخل إلى قطعة لحم مشوي حتى الموت. ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك، فلقد تم تزويد رأس الثور بأنابيب وممرات لتحول أصوات وصرخات المعذب بداخله إلى صوت أكثر قسوة وإثارة للشفقة. ولكن لم يثر ذلك الاختراع إعجاب فلاريس، بل أثار اشمئزازه من فرط الوحشية، فطلب من بريوس الصعود لداخل الثور ليجرب تأثير الأنابيب الموجودة في رأسه. وبمجرد أن دخل، أمر فلاريس بإغلاق الباب وإدمار النيران تحت الثور، وقال: فليتلقى جزاء ما صنعه يداه، وليكن صانع الأحلام أول من يعزفها. وقبل أن يقضي بريوس نحبه، قاموا بسحبه من داخل الثور وألقوه من أعلى منحدر. على الرغم من الاشمئزاز الذي يثيره اختراع بريوس، إلا أنه أصبح أداة التعذيب الرسمية عند اليونانيين القدماء. رقم 2: إلقاء التفاحة. كانت هناك آلاف الطرق على مر التاريخ ليعبر بها شخص واحد عن حبه لشخص آخر، وأضاف إليها اليونانيون طريقة مثيرة أخرى، أنهم يلقون التفاح. طبقا للأسطورة اليونانية، فإن إلهة الخصومات إيس كانت مستاءة من عدم دعوتها لحضور حفل زفاف بيليوس، وطبقا لما يوافق طبيعتها الماكرة، فقد قامت بإلقاء تفاحة ذهبية على حفل الزفاف، وكان منقوش عليها إلى الأكثر جمالا. قامت كل من هيرا وأثينا وأفروديت بالادعاء أن التفاحة لها، ولسبب ما وقع اختيارهم على باريس القادم من طروادة ليختار الأنسب. قامت هيرا وأثينا برشوته، بينما قدمت إفروديت الجائزة الأفضل، أجمل نساء العالم هيلينا الإسبرطية. فقام باريس بإعطاء التفاحة إلى إفروديت، وحصل على هيلين ليبدأ بعدها نتيجة لذلك حصار طروادة. ألا يبدو ذلك شاعريا؟ من وقتها اعتبر اليونانيون التفاحة هي الرمز المقدس لإلهة الحب إفروديت، وإلقاء تفاحة هي الوسيلة الأبسط للتعبير عن الحب، والتقاطها دلالة على قبول ذلك الحب. رقم 1: الفلاسفة في برميل. ديوجانس الكلبي، الفيلسوف اليوناني الذي لم يخلف وراءه أي أعمال مكتوبة، مما جعل رؤيتنا عن حياته ضبابية. ولكن كل ما نعرفه عنه جاء من الأقوال والأساطير، وإن كان نصف ما وصلنا عنه حقيقي، فنحن بصدد التعرف على حياة مذهلة. لقد هاجر ديوجانس من تركيا حتى أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد، هربا من أموال ونعيم والده، واستطاع عبور الحدود قبل أن تلقي السلطات الأثينية القبض عليها. وكانت أثينا في ذلك الوقت هي قلعة الفلسفة والفلاسفة. وقد وقع ديوجانس في غرام تعاليم انتثتينيس التي كانت تحض على التقشف والبساطة. ولكن في البداية لم يكن انتثتينيس متحمسا جدا نحو ديوجانس، حتى أنه كان يطارده بالعصا، ولكنه قد خضع في الأخير واتخذ منه طالبا. وأثناء سعيه الحثيث في تطبيق تلك التعاليم الفلسفية على حياته، قام ديوجانس بالتخلي عن كل الرفاهيات الموجودة في حياته، وأبقى فقط عصاه وساعته وحقيبة الخبز خاصته. وعاش في برميل ليثبت حقيقة نظرية معلمه عن الحياة،
والتي تدور حول أن السعادة لا تتعلق أبدا بالمال، ولكن في الأمانة الداخلية لكل شخص. وظن الناس أنه يحيا حياة الكلاب فأطلقوا عليه الكلبية، وعرفت فلسفته بالفلسفة الكلبية. ولكن لم تنتهي حكايته هنا، فقد تم اختطافه من قبل بعض القراصنة أثناء الهجوم على أثينا، ونقلوه إلى مدينة كورينيث ليقضي بقية حياته هناك حتى توفي وهو في 90 من عمره. ولكن كيف قضى نحبه؟ تقول الأسطورة أنه قضى نحبه جراء عضة كلب، وطبقا لقول آخر فإنه قد توفي جراء أكله أخطبوط مسموم، والبعض يقول أنه حبس أنفاسه حتى الموت. ولكن السبب التاريخي الأكثر منطقية أن وفاته كانت بسبب طعونه في السن، وقد أوصى أصدقائه بتقطيع أقواله المكتوبة وإطعامها للكلاب، وقد كرموه ببناء تمثال له بجانب تمثال لكلب عند قبره.